صورة تضم فطاحلة وأساطين وعلماء الفقه والشريعة في جامعة القرويين الذين أخلصوا للعلم وحافظوا على هيئة العلماء وعلى سمت الحكماء. لم تستهوهم مناصب المسؤولية ولم يشغل بالهم إلا الكراسي والكراريس العلمية، وشعارهم جزاهم الله خيرا المحبر إلى المقبرة. وعلى رأسهم شيخ المالكية وعميد العلماء وموسوعتهم الفقيه العلامة سيدي محمد التأويل رحمة الله عليه تعالى، والذي سأحاول إعطاء نبذة عن حياته ومنجزاته في زمن التفاهة وتهافت التهافت عليها، وفي زمن تسليط الضوء فقط على الشيخات والمعربدين والزنادقة والساسة المتملقين الذين زج ببعضهم في السجن بالمغرب في الآونة الأخيرة، في بادرة جد محمودة وفي انتظار رؤوس قد أينعت وحان أوان قطافها. المحضن الثالث هو محضن الإعلام، وهو المحضن الذي لا أراهن عليه كثيرا. علاش؟ لأن الإعلام الهادف وهو موجود بفضل الله عز وجل، الإعلام الهادف والناس اللي عندهم غيرة على هذا الخير هذا، أول حاجة هم قلة. المسألة الثانية وهي الأخطر أنهم لا يجدون من يساندهم. هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، لا يجدون من يساندهم. مثال سيدي هشام قبيله ذكر المثال ديال أحد علماء المغرب، أنا ما عنديش إشكال، هو سيدي عبد الله بن المدني حفظه الله، أبو عطاء، نسأل الله أن ينفعه وينفع به وأن يزيد في عمره في طاعة وعافية وحسن خلق وعطاء للإسلام والمسلمين، وأن يثبته على الحق وأن يتوفاه عليه بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى يا رب. فهذا عالم من علماء المسلمين، وعندما يسترسل سيدي عبد الله بن المدني في الموضوع المتعلق بالتزكية عبر تدبر القرآن الكريم، راه اش نقول لكم، راه إنسان يصفي الشهدة وتيقطر لكم العسل صافيا زلالا شافيا بإذن الله عز وجل. تندوز تلقاه عبر صفحته الرسمية، عبر صفحته الرسمية. من ندوز ولقى أول حاجة ما مديورش إخراج إعلامي للإعلان بعد عن هذاك البث المباشر، هذه وحدة. المسألة الثانية من اللي لقى في المباشر 16 شخص هي اللي داخل متبع المبث المباشر. يومها أقسم لكم بالله إلى صدري ضاق صدري، بقى لي غير نقز من الترجم. كتجي تلقى تافه سفيه فاسد مفسد مجموع فيه كل شيء، الله يتوب علينا وعليه. خارج باش يقول كع، كيقول والو والو والو، ما تيقول والو، تيهترز. وطالعه في البث المباشر 52,000. حقيقة يا أسفاه على زمن أصبح فيه التافه مشهورا والعالم نكرا، كما قال الدكتور ياسين العمري حفظه الله. ولذلك جئتكم بهذه الصورة التي تضم أبرز فقهاء وعلماء القرويين الذين قدموا الكثير لجامعة القرويين وعرفوا بالجد والإخلاص في تبليغ الرسالة العلمية، كما كانوا قدوة في الثبات والاتزان. تخرج على أيديهم الكثير من العلماء الذين أخذت على عاتقي التعريف بهم وبسيرهم كحل من حلول محاربة التفاهة التهافت عليها. فعلى يمين الصورة يوجد الفقيه الشيخ أحمد بن الحاج المدني بونو، أستاذ الفقه بجامعة القرويين وأحد رجالاتها الكبار، والذي له مجموعة من المؤلفات النافعة في العقيدة والفقه والبلاغة. ويليه الشيخ والأستاذ والعلامة المحقق ذو الخصال السنية والأخلاق العالية المجمع على فضله وديانته سيدي علال بن الخمار بن العلال بن الحسن كنبور، الجاي مولدا ومنشأ، الفاسي دارا ووفاة من أحفاد الشيخ المقرئ المحدث الحسن بن محمد الشهير بكنبور. ويليه العلامة العالم حميد بن الحاج السلمي من مدينة فاس، الفائز بجائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية التنويهية التكريمية مناصفة مع الأستاذ مصطفى البويحيوي، والذين حظي باستلام الجائزة بيد أمير المؤمنين نصره الله ليلة المولد النبوي الشريف عام 2019 الموافق لسنة 1441 هجرية. ويلي الفقيه كنبور الشيخ أحمد بن أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني، العالم الجليل والعلامة النحرير والأستاذ البارز الذي حمل على عاتقه مهمة التعليم والتوجيه ونشر التعاليم الإسلامية وقيم التسامح والوسطية وتكريس المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية،
والذي عرف عند المغاربة في الزمن الجميل من خلال برنامج ركن المفتي الذي كانت تبثه القناة الأولى من أجل إغناء الحقل الديني. وقد عرف العلامة الفقيه الذي كان يلقي الدروس العلمية الدينية بمسجد القرويين الشهير أيضا ببحوثه الأكاديمية بكلية الشريعة التابعة لجامعة القرويين بفاس، كما ألف عددا من الكتب النافسة من بينها التدريب على تحرير الوثائق العدلية وتواريخ القسمة بالشريعة والقانون وعلم التوقيت والتعديل. ويليه العلامة العالم سيد الطيب برادة أيقونة جامعة القرويين ومن فطاحلة علماء عصره فقها وأدبا، ومن رواد علماء فاس الأجلاء وحد أبنائها البررة الذين قاوموا سياسيا وعلميا وفكريا من أجل شهرة استقلال الوطن في وجه المستعمر الفرنسي المحتل. وفي نهاية الصورة متابعي الأعزاء على اليسار يوجد شيخ الجماعة عميد العلماء وموسوعتهم الفقيه العلامة سيدي محمد التأويل رحمة الله عليه تعالى، المنحدر من عين باردة بإقليم تونات والمعروف بشيخ المالكية، والذي يعتبر من أبرز العلماء المغاربة في العصر الحديث ومن أعلام القرويين، حيث تميز بغزارة علمه ووفرة ثقافته الفقهية التي كان لها أثر داخل المغرب وخارجه. كيف لا وهو الحاصل على العالمية من جامعة القرويين بفاس عام 1957 والدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، كما عمل أستاذا للتعليم العالي والفقه والأصول بجامع القرويين إلى جانب كونه عضوا بالمجلس العلمي وباللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة. يقول عنه أحد تلامذته وهو عبد الله غزيوي: كان الشافعي يقول لولا مالك لضللت، وأنا أقول لولا التأويل لضللت. إنه الشيخ الكبير الأكبر لم أجد له مثيلا في العلم حيث كان مكتب متنقله. وقال عنه العالم المغربي مصطفى بن حمزة: ما رأيت عالما مثله، مضيفا أن علمه بلغ خارج المملكة، وكان العديد من العلماء المغاربة والأجانب يقصدون بيته. وفي الآونة الأخيرة زاره وفد من البحرين من أجل دراسة رسالة أبي زيد القيرواني على يده، لكنه أحالها علي لأن وضعيته الصحية لم تسمح بذلك. وسئل عنه الشيخ الغازي الحسيني الذي كان لا يلازمه يوما فقال: هو الفحل، فقد كان رحمة الله عليه تعالى آخذا بزمام الفقه وأصوله، داركا لكلية الشريعة وقواعدها، جامعا بين علوم الشريعة وعلوم عصره، ممانعا عن حمى الإسلام ورحابه. كنا ندرس عليه جمع الجوامع، فلا تجده تاركا شاردة ولا واردة تنسب للمسألة أو تحوم حولها إلا وأسفر عن حقيقتها. وكشف عن محياها، جمع في تقريره بين فقه المذاهب وأصولها، محررا أصول كل مذهب وفروعه، يأخذ أصل هذا ويكشف به فروع مذهب ذاك، ويستنطق فروع ذلك وينزله على أصل هذا. أما في تقريره لكليات المقري فحدث ولا حرج عن خبير بها وبتطبيقاتها المعاصرة، خاصة ما تعلق منها بأبواب المعاملات المالية والمنازعات، جامعا في عقدها ما اتفق منها على أصل واجتمع على علة أو سبب، كل بمسالكه سبرا وتقسيما، ومفرقا أخريات عنها بقوادح مانعة وقواسم دافعة، كل ذلك بأسلوب علم رصين ومنهج معرفي راسخ ومتين، جامع بين أصول الشريعة وفروعها وقواعد الاستدلال ومقاصد التنزيل، لا يعزب عنه الاستدلال والتأصيل، كما لا تبرح قسمات وجهه الابتسامة لأهل العلم والتبجيل، فرحمة الله عليه رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الحوار الدائر بين موسى وبين الخضر عندما يقول له: هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وفي الأخير أقول: ما أحوج المغرب اليوم إلى مثل هذه النخبة العلمائية العتيقة الأصيلة الموجودة في هذه الصورة التي تفرح وتبكي في آن واحد. تفرح بالفقهاء الأصلاء إذا أدوا أمانتهم تعليما وتربية وتخليقا وتلقينا للحكمة، وتبكي بالأجيال الصاعدة إذا أخذت تفقد صلتها بأصولها وجذورها التاريخية، فارة إلى أرض غير أرض المغرب وغير أرض الإسلام في مواطن كثيرة. وفي نفس الآن أحيي السلطات المغربية بقرارها الرصين قطع دابر التافهين وتطبيق القانون على كل من سولت له نفسه الإساءة إلى هذا الوطن الكريم، بلد الأولياء والصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.